تعرف ايه عن المنطق؟ انا بتجنن لما بسمع اي ام تيجي تقول لي انا قعدت مع ابني واقنعته انه ما ينفعش يغلط الغلط ده تاني، بس برضه بيرجع يغلطه، انا مش عارفه اعمل ايه. الحقيقه يا فندم ان انت بتكلمي نفسك حرفيا. مخ الطفل عامل زي شقه مكونه من دورين، دور ارضي فيه الاساسيات، سفره وصالون ومطبخ وحمام، او بمعنى اصح فيه المشاعر اللازمه ليه في مرحله الطفوله عشان يتعلم الدنيا ويتعامل معاها صح. الدور التاني بقى ده فيه اوض النوم، وكلنا عارفين ان الاطفال ولا بتحب النوم ولا بتعرف تعمل لوحدها اساسا. الدور التاني ده بتاع الحكمه والمنطق وربط قرارات النهارده واختياراتي بالنتيجه اللي انا هعيشها بكره. الاطفال لحد سن 18 سنه بيكون عندهم صعوبه يتحركوا من الدور الارضي للدور التاني. اصل التحرك ده علشان يحصل في وقت مناسب وبشكل مناسب لازم له سلم قوي عنده ترابزين يتمسك علشان ما نقعش على وشنا. السلم بقى ده بيفضل تحت الانشاء لحد سن ال 25 سنه كده بالمينيمم. علشان كده الشباب في السن ده عندهم كتير من الحماس والاندفاع والهمه، حتى لو مطبقين يومين بيغلبوا المتعه اللحظيه بتاعت النهارده على الحاجه اللي فيها الفايده على المدى الطويل بتاعت بكره. عايشين بالمثل اللي بيقول غديني النهارده وعشيني بكره. وعشان احنا ما كناش فاهمين النقطه دي كنا بنهاتي مع الولاد على الفاضي. الوضع مختلف جوه مخنا احنا ككبار، احنا استوينا خلاص، بقينا فاهمين اهميه الدور التاني وبنحاول نقضي فيه وقت كافي، وهم لسه قاعدين تحت واحنا عمالين ننده عليهم من فوق، ولا احنا شايفينهم ولا هم سامعيننا. في الفيديو اللي جاي هنعرف امتى وازاي ننزل لهم الدور الارضي، وامتى وازاي نطلعهم هم الدور اللي فوق.